باسكو انا عشتها. هادو ما تجوز انا ما نقدرش انا نجوزها خلاص. يعني تبدو متاثر فاروق، وحنا نتفهم يعني هذا انتهت مباريات الدور الأول في كأس آسيا وكأس إفريقيا. تأهل من تأهل، وأقصي من أقصي، وخرج من خرج، ودخل التاريخ من دخل، واستقال من استقال، وأقيل من أقيل، وكثر الكلام. التقى رئيس الاتحاد مع جمال بلماضي واتفق على أنه يكون فيه طلاق بالتراضي، يعني تجنبا للإقالة وتجنبا للاستقالة. وإذا أردت أن أرحل يجب أن تدفع لي كل مستحقاتي. وليد صادي جدد المقترح الأول، قال له أنا مستعد نعطيك 3 أشهر من مستحقاتك، يعني حوالي 624 ألف يورو. فأعطوا لبعضهم البعض مهلة لمدة 24 ساعة. وليد صادي قال له أنا هذا هو المقترح تاعي، نعطيك 3 أشهر، ما عنديش الأموال باش نعطيك 7 مليون دولار يورو عفوا. من وجهة نظري أنه جمال بلماضي لا يمكنه الاستمرار. استعمل وما هادو يجي مدرب ولا يجي بريزيدون فيدراسيون، كاين اعداء ناجح يكسروه ما على باليش. كل واحد لازم يدير له على حسابه. هذا مدرب كيجي لازم كاع الناس كاع يعطي لهم قسطوهم كما نقولوا بالعربيه. وبريزيدون فيدراسيون كيجي كيف لازم الناس انا شفنا التصريح تاع البارح تاع رئيس واحد الرابطه، قال لهم مون في 2019 نحيوه. سمعتوها يا جازت هنا؟ كان موبر واقيل، كان موبر نورمالمون. تسمى هنا تعرف ما كانش اللي عنده الشجاعه، كان تما كيقول له ما تجيش تقول لي في التلفزيون هنايا كنتوا انتوما. ولكن في 2019 توج باللقب. ايوا قال لك نحوه. هذا ياك سمعتها. نعم سمعته نعم. علاش هذا الحق؟ انا اتساءل طبعا. انا نتساءل كاني هذا علاش الحقد هذايا؟ باسكو بالك جمال بلماضي هادو الناس قال انت قاعد غير كاين دي بريزيدون اللي كانوا تما اللي كانوا يكتبوا عليه. نعم تعتقد فاروق انه فيه اشخاص كانوا ينتظرونه في المنعرج كما يقال مؤامره من الكاف. مالا بلماضي كان عنده مؤامره لداخل. دوكا نهضروا دوكا بلماضي عنده كالكوزان من هادو الخير كانت عنده مؤامره من الداخل، وواحد ما كانت عنده شجاعه. بالك دعاو باش لي شاب سعاده لي شاك الناس الشعب اللي تنضر باسكو دوك يحبوا الفريق الوطني، خرجوا يبكوا. اللي قال لك يماه مريضه وراح وبتاع هاو اللي غيدو. بصح هذاك المسؤول رب الكوستين راح بالماضي دوك نديروا لها كيما نقولوا حنا دوك نديروا واش نحبوا. هادو هما اللي يتحاسبوا ماشي باسكو الشعب هذاك الجمهور يغيد وي ايشاك شفنا. فاروق تبدو متاثره. بيان سور تغيد عمرك باسكو عشناها. حقيقه شجاعه حسام باسكو انا عشتها. هادو ما تجوز انا ما نقدرش انا نجوزها خلاص. يعني تبدو متاثر فاروق، وحنا نتفهم يعني هذا الموقف، وانت كنت لاعب سابق في المنتخب الوطني. نعم سنمر. علاش يكملوا الفوتبول تاعنا يزيد يروح مع هادو العباد، لازم هادو يروحوا. ماشي البروبليم في مدرب، ماشي مدرب والله ما مدرب ولا لاعبين. ماشي مدرب ماشي لاعبين. كي تشوف ماندي البارح تغيدك عمرك. انسان ما نقولوا في تكنيك مويليتي ابسون وكذا، مي لاعبين جاو مدوا وكذا وراح قابل الصحافه قابل الجمهور هما شويه. مي هادوك الناس هادوك اللي يروح. انا نروح معك بعيد. هذاك الانسان سبني انا لاني باسي هذايا انتي ديليغيت قال لي كلام اللي ما يقولوا حتى واحد، واليوم زيد تشوفوا في التلفزيون ويهدر ويقول لك حنا وحنا. تغيدك عمرك باسكو هادو ما يسبقوناش. كاين ناس كيما يقول لك فور عليهم اللي لازم يكونوا، ماشي هادو اللعيبه هادو يكسروا الفريق الوطني كيما كسروا الي لوزيج. كاين اللي كسروا غوركيف ما يخلوا حتى واحد. كسروا رؤساء فيدراليه ويكسروا وما يخلوش البال. رحت انا ضرب ليه جيب لي حقي في لافريك، جيب لي حقي. ما تجيش لهنا تقول لي بالماضي ما نلحوا في 2019. سي كراف والله غير سي كراف. بالماضي روح مشكور على واش خدم، وكانت نيه تربح تخسر هذه نيه. كاع نغلطوا. جزنا في فرق ربحناش. انا لعبت في دي كلوب وين لازم نربح وين لازم نخسر. معليش كي نشوف روحي خسرت نقول سمحوا لي الناس اللي قراب ليا. بالماضي هدر قال لك اسمعوا كاين كاين فايس اللي والله غير ما يبشروا بالخير، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله
فاروق اللاعبين هذوما هما اللاعبين هذوما خلاص انا دموعي نورمال انا شوي سونسيبل انا عندي هكذا انا داير هكذا انا كي نشوف بلي حاجه فريمون الناس طيح قلت لك الناس وين تستشفى على انسان تفكر شويه هذا انسان ماهوش صهيوني سي ميزيولمون سي الجيريان نورمال قلب الماضي خفقت بارك الله فيك وتقدر ترحل الكلمه هذه تكفي باش نلحقوا هاو رئيس فيدراليه او تكلم معاه وشكروا في هذا شفنا شكروا قال بارك هذا هكذا ماذا بيا الناس ماهيش باحترام يعني الجمهور ما تلوموش الجمهور كي يكون في هذيك السخانه هذيك يقدر يقول لنا مي الناس اللي مسؤولين والناس تاع كذا لازم يعرفوا يلحقوا الميساج هذا باسكو هذه يا شريداله باسكو انا غدواني قاعد نقول بصح انا غدوه كان نجي بلاص بالماضي يديروا لي هكذا انا كان نجي بلاص هذا وهذا يديروا لي هكذا ما لا نقعدوا بيناتنا باسكو صراو مشاكل فو با صراو وين بوداوي ما باش ان جورناليست قال له انت قالوا كلام اللي ما يتقالش وقالوا الاسلام سليماني وقالوا خلوا الفريق الوطني يخدم ماشي اللي تحبوه طلعوه واللي تحبوه هادو صافي بارتي كاين بزاف اللي نضروا دي جوار شفنا اسلام تنضر كانوا دو بوا دو ميزور في الفريق الوطني هذه دوكا ولاو كاع لا الحقيقه قولوها حنا انا بالماضي ولا محرز ولا واحد ما راهو يعيط لي ويقول لي فاروق ضرب عليا انا نهضر سبونطاني انا ما عندي حتى واحد انا نهضر باسكو عشت لي سيتياسيون هذوما وماشي مليح للفريق الوطني باسكو دوكا هادو كاين ناس راحت بليسي قال لك اذا سيميلي بليسي ماشي بليسي هذا غدوه واش تسنى يمد لك فريق وطني واش يقدر واش يمد لك هذا دوك تعاود تولي نتايا كالا قويري قويري اي دوك هادو سي با دي ديتاي امبورطون قول لي وهادو اللاعبين ما يتهضروش بيناتهم سي وهذا ما يخممش باللي انا تما جي ساكريفي تقول ليش الجزائر وي بلادو مي لا نورمال حب يجي للجزائر جا كان قادر ما يجيش باسكو وجاو بعد يخرجوا مع هكذا والله ما سهله والله العظيم غير لازم شوف ما نبدلوش العقليات هذو الذهنيات وكذا بارتو في الفيدراليه ما حنا كجمهور ولا الناس كاع باش الفريق الوطني يروح لقدام يروح مصلحة المنتخب تبقى فوق كل اعتبار انا شد ديكلاراسيون تاع لي جوار تاع السعوديه مع المدرب تاعهم مونتيني باه درا نونسيان جوار الى ديفوندي قال لهم لهادو اللاعبين قال لهم غير كل شيء غير الوطنيه اللي ما تلعب لهمش وهو كذلك نعم احنا هذا ما كان نتمناو ان شاء الله الخير واللي يجي مرحبا به اللي يجي منا من هكذا ان شاء الله برك ما يغلطوش في المدرب ماشي نقعد باسكو صافي قعدنا مساعدين شاك اني دو زاني ان اونترينور بالماضي وما قعد شد 5 سنين وكذا وتحب ولا تكره الناس كاع ولا تحب الفريق الوطني كانت شويه هذيك انتهت مباريات الدور الأول في كأس آسيا وكأس إفريقيا تأهل من تأهل وأقصي من أقصي وخرج من خرج ودخل التاريخ من دخل واستقال من استقال وأقيل من أقيل وكثر الكلام في مختلف وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الذي حدث على مدى أسبوعين في المسابقتين في كأس آسيا الجارية وقائعها في قطر. التألق كان فلسطينيا وكان سوريا للمرة الأولى في التاريخ. المنتخبان يتأهلان إلى الدور الثاني من مسابقة كأس آسيا. تألق عربي لافت في كأس آسيا مقارنة بكأس إفريقيا بوجود 7 منتخبات عربية موجودة في الدور الثمن النهائي. بعضها سيخرج أكيد لأن بعض المنتخبات ستلتقي فيما بينها على غرار المواجهة التي ستكون بين العراق والأردن، المواجهة التي ستكون بين قطر ومنتخب فلسطين، في انتظار أيضا تألق وتعثر بعض منتخبات عربية في دور ثمن النهائي يحمل مباراة كبيرة جدا تجمع بين السعودية وكوريا الجنوبية. في مباراة ثمن النهائية تكون مختلفة تماما عن مباريات دوري المجموعات التي نال فيها منتخب اليابان المركز الثاني وهو المرشح رقم 1 للفوز باللقب. دوري المجموعات الذي تألق فيه منتخب إيران بمنظومة لعب تعتمد على جماعة وتستند على
فرديات كانت الأقوى وكانت الأفضل. طبعا كل شيء يبقى وارد في مباريات الإقصائية المباشرة، مباريات خروج المغلوب، ولكن ما زال الناس ترشح إيران وترشح اليابان وترشح كوريا الجنوبية وترشح أستراليا وترشح قطر كبلد منظم وحامل لقب، وترشح كذلك السعودية للمنافسة على اللقب. باقي المنتخبات طبعا نظريا سينافسون على الذهاب أبعد ما يمكن في هذه المسابقة، ولكن يبقى وأنه المنطق احترم في كأس آسيا عموما، ولم تحدث مفاجأة على غرار ما حدث في إفريقيا. في إفريقيا بعد انتهاء مباريات الدور الأول وقبل الحديث عن مباريات الدور الثمن النهائي، لا بأس أن نسجل إنجازين كبيرين لموريتانيا أولا، التي تأهلت للمرة الأولى إلى الدور الثمن النهائي وحققت أول فوز لها، وكان على الجزائر، بالإضافة إلى ناميبيا التي أيضا حققت التأهل إلى الدور الثاني. دور أول تميز بخروج الجزائر ومصر برحيل المدربين الجزائري والمصري. الجزائري سأعود إليه بعد حين، والتونسي عفوا. استقال جلال القادري مدرب المنتخب التونسي، وعلمنا بأن جمال بلماضي أعلن للاعبين بأنه سيرحل، ولكن عند العودة إلى الجزائر يبدو أن الأخبار الواردة من هناك تشير إلى سوء تفاهم نقول سوء تفاهم مش شيء آخر، بين جمال بلماضي ورئيس الاتحاد الجزائري، الذي اقترح على بلماضي بعد أن اتفق في بواكي بأن يرحل بالتراضي في الجزائر. عند لقائهما البارحة وليد صادق اقترح على بلماضي تعويضات لمدة 3 أشهر، ولكن جمال بلماضي مقارنة بكل الطاقم كله وقع على انتهاء الإلغاء العقد بينهم وبين الاتحاد الجزائري. جمال بلماضي طالب بكل مستحقاته إلى غاية 2026 حسب ما وردنا، يعني يطالب ب 12 مليون يورو، رغم أنه رئيس الاتحاد الجزائري لم يقيل جمال بلماضي حتى يعوضه، بل اقترح عليه 3 أشهر تعويضات، وتقدر 3 أشهر معناها 630 ألف يورو تقريبا، ولكن جمال بلماضي رفض. فهل سيلجأ إلى الفيفا للمطالبة بحقه؟ هل سقطت تلك الفكرة التي كانت تقول بأن بلماضي عنده عقد معنوي مع الشعب الجزائري، وإحنا قلنا آنذاك بأنه عنده عقد مادي، أو بالأحرى عقد رياضي بين مدرب وبين منتخب. أتمنى إن شاء الله لا نصل إلى حد الخصام أو الصدام أو اللجوء إلى الفيفا، لا من طرف جمال بلماضي ولا من طرف الاتحاد الجزائري، ويتفق الطرفان على الحد الأدنى فيما بينهم. طبعا صفحة بلماضي أغلقت، سواء قابلة ب3 أشهر أو طالب ب3 سنوات كاملة، علما أن جمال بلماضي تلقى من 2018، وهذا حقه، من 2018 إلى غاية اليوم أكثر من 12 مليون يورو. هو يطالب الآن ب7 مليون يورو تعويضات من أجل رحيل. في وقت الحديث هو عن ثمن نهائي كأس إفريقيا وما يحمله من مباريات كبيرة، في وجود 3 منتخبات عربية مفاجأة: موريتانيا والتأكيد المغربي وكذلك مصر. موريتانيا ستواجه كاب فيردي، المغرب ستواجه جنوب إفريقيا، ومصر ستواجه جمهورية الكونغو في المباراة الثمن النهائية في هذه البطولة، والتي تحمل مواجهات أيضا كبيرة. السنغال سيواجه كوت ديفوار الذي تم إنقاذه من طرف المنتخب المغربي عندما فاز في مباراته أمام زامبيا. نيجيريا ستواجه الكاميرون في مباريات كبيرة. مباريات خروج المغلوب ستكون أكثر إثارة بالنسبة لنا ولكم ولعشاق الكرة عموما، فنتمنى أننا نستمتع أكثر، ونتمنى التوفيق أيضا لكل المنتخبات العربية في كأس آسيا وفي كأس إفريقيا لهذه السنة. التقى رئيس الاتحاد مع جمال بلماضي واتفق على أنه يكون فيه طلاق بالتراضي، يعني تجنبا للإقالة وتجنبا للاستقالة. كلاهما أو واحدة منهما ليست في صالح ممكن طرف وطرف آخر،
طلق بالتراضي في مثل هذه الحالات احتراما أيضا لجمال بلماضي، هو أفضل حل يكون ودي بين الطرفين. فتم الاتفاق، وبعدين شفنا النرفزة والغضب الجماهيري في وسائل الإعلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، في كوت ديفوار، في الجزائر. جمال فهم ووليد صادي فهم، وإحنا كلنا فهمنا بأنه خلاص تقريبا انتهى الأمر يعني. وليد صادي اتفق كذلك مع كل الطاقم الفني على توقيع نهاية العقد، أنافنون بأنه ينتهي العقد بينهما. يوم السبت التحق الجميع بمقر الاتحادية، كل الطاقم الفني مع جمال بلماضي، في حضور جمال بلماضي الطاقم الفني المرافق، هم 5 أشخاص لجمال، وقعوا على حصول على شهرين كتعويضات مقابل مغادرة المنتخب الجزائري. وبعدين طلعوا ال5 شباب اللي كانوا مع جمال بلماضي. بقي جمال بلماضي، فبدأ بأنه تراجع عن رأيه وعن موقفه، قال أنا لا أريد أن أذهب، وإذا أردت أن أرحل يجب أن تدفع لي كل مستحقاتي. وليد صادي جدد المقترح الأول، قالوا أنا مستعد نعطيك 3 أشهر من مستحقاتك، يعني حوالي 624 ألف يورو، ويتم الطلاق بالتراضي من دون إقالة ومن دون استقالة حفظا لماء الوجه. جمال بلماضي قال لا، أنا تعطيني كل مستحقاتي كاملة وإلا نكمل. ما قالش بالمعنى الصريح وإلا نكمل، وإلا لا. فأعطوا لبعضهم البعض مهلة لمدة 24 ساعة. وليد صادي قال له أنا هذا هو المقترح تاعي، نعطيك 3 أشهر، ما عنديش الأموال باش نعطيك 7 مليون دولار يورو عفوا، وما عنديش الصلاحية أنه نعطيك 7 مليون يورو نعوضك 3 سنوات راتب، لأنه أنا لم أطردك ولم أقلك من منصبك. فلحد الآن لغاية الساعة 5 لم يرد المدرب جمال بلماضي على وليد صادي، فبقي الأمور إن شاء الله ممكن إلى غاية غدا السبت سيكون هناك جديد. صراحة من وجهة نظري أنه جمال بلماضي لا يمكنه الاستمرار، لا يمكنه الاستمرار، ليس لأنه مدرب فاشل، لكن لأنه أمر ما تكسر، لأنه فقد ثقة لاعبيه، ولأنه فقد ثقة العشاق والمناصرين. هذه أحكام الكرة، نعم قاسية، ولكن هذه أحكام الكرة. نعود نقول بأنه بغض النظر عن قيمته، نتكلمش على شخصه يبقى محترم إلى يوم الدين، نتكلم على قيمته الفنية كمدرب. أكد جمال بلماضي بأنه عنده قدرات وعنده إمكانيات، وأكد بأنه عمل اللي عليه مع المنتخب، وصل لمرحلة وين صار مش قادر على العطاء أكثر. ونتمنى أنه يكون فيه طلاق بالتراضي لكلا الطرفين،